ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. جايه لكم النهارده بوصفة جميلة جدا. عملنا طبعا الكنافة بالمانجا، هنعمل المرة دي بقى كنافة بالفراولة والجيلي. حاجة كده منعشة وجميلة جدا، هتعجبكم بإذن الله. معايا نص كيلو من الكنافة، مديهم ضربة كده في الكبة عشان كانت في الفريزر. ومعايا الصينية بتاعتي بقى دهنتها دهنة سمنة كويسة، وهنحط طبقة من الكنافة بقى. وبكده بقى انا سويت الصينيه بتاعتي كويس جدا، بقت الكنافه بتاعتي كلها سوا واحد. هضيف بقى السمنه كده على الوش عشان لما تخش تستوي وتاخد معانا لون حلو. تمام. والفرن طبعا لازم يكون ساخن زي ما احنا عارفين. وبكده خلاص صينيه الكنافه كده جاهزه، ادخلها الفرن بقى وارجع لكم. وبكده خلاص الكنافه بتاعتنا بقت جاهزه. هديها بقى سيرب خفيف خالص، مش عايزاه تقيل لان التقيل هيخليها مسكره جدا. وانا مش عايزاها تبقى مسكره قوي عشان ما تصدوش، لان في طبقه كريمه وفي طبقه فراوله بالجيلي هتتحط. تمام. كده بقى هنسيب الكنافه بتاعتنا تبرد، وبعد ما تبرد نضيف عليها الكريمه. طبعا انا عملت معاكم الكريمه اكتر من مره. اللي عايز يعرف طريقه الكريمه بقى يلاقيها في فيديو الكنافه بالمانجا، انا عامله فيها طريقه الكريمه. تمام. كده خلاص بقى هنزل بالكريمه بتاعتي كده على الكنافه. هوزعها كويس جدا بقى، وبعدين ادخلها التلاجة كده ساعه او نص ساعه، على حسب. انا عايزاها تبقى متماسكه عشان لما احط عليها طبقه الفراوله والجيلي تبقى متماسكه وما يسحوش الاتنين مع بعض. وبكده بقى خلاص انا وزعت الكريمه كلها على الكنافه بتاعتي. هدخلها التلاجة وارجع لكم. وبكده بقى بعد ما سبتها نص ساعه بس في التلاجة، كان عندي فراوله مقطعه وسايباها في الفريزر. مش شرط يكون عندك فراوله فريش ولا اي حاجه خالص. لو عندك قطعيها فريش، مش عندك وعندك محتفظه بقى في الفريزر طلعت فيك، مفيش اي مشكله خالص، هتنفع في الوصفه وهتبقى جميله جدا. تمام. هوزع بقى على الصينيه كلها كميه الفراوله بتاعتي. ما تخافيش طبعا، طبقة الفراولة هتبقى ماسكة جدا لان احنا هنحط عليها لسه طبقة جيلي. فطبقة الجيلي هتخلي الفراولة بتاعتنا متماسكة، وبإذن الله مش هتقع خالص وهتعجبكم. كده خلاص انا وزعت الفراولة بتاعتي كويس جدا. هنعمل بقى طبقة الجيلي كده مع بعض. انا معايا كوباية مية مغلية وكوباية مية ساقعة متلجة وفيها تلج كمان. تمام. يبقى كوبايتين مية لباكت واحد جيلي. تمام. انا معايا جيلي بالفراولة، حطيت المية السخنة مع المية الساقعة، وهضيف عليهم باكت الجيلي وهقلب كويس جدا مع بعض لحد ما يدوب. تمام. هنقلب بقى كويس جدا. وبكده بقى حبيبات الجيلي بتاعتي كلها دابت. قلبتها كويس جدا مع بعض. هنزل بقى بالجيلي على الفراولة، بس تنزلي بالراحة يعني بصي نزلي شوية بشوية. تمام. عشان الدنيا ما تبص معاكي. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بنزل بالراحة خالص عشان طبقة الكريمة بتاعتنا ما تبص. هسيبها بقى تتمسك شوية في التلاجة، يعني هسيبها ساعة كاملة. تمام. وبعد ما نسيبها ساعة في التلاجة هوريكم الشكل النهائي بتاعها.
وبكده ما شاء الله بعد ما سبتها ساعة في التلاجة، شايفين طبقة الفراولة متماسكة جدا، وطبقة الكريمة زي ما هي ما شاء الله. وعايزة اقولك بجد الكنافة طلعت روعة بجد.